السلام عليكم وأهلا بيكم. احنا النهاردة هنتكلم على خطوة، وهي ازاي بنعمل الاي اي او الاريجيشن اسبيريشن للكورتكس. فاحنا هنا بنعمل الانسيجن بتاعنا، وهنا هنحط بقى شوية ادرينالين كده انترا كاميرال عشان البيوبل يوسع، ما كانش واسع كويس. ولما بنيجي بنوسع كمان باستخدام الفيسكو الاستيك، بنبقى حاطين الكانيولا بتاعتنا جوه البيبيلاري مارجن. هنا بقى تحط كده شوية فيسكو، خاصة لو الكورنيا السيرفس بتاعها مش ريجولار كفاية. دي بتحسن وبتعمل بتشتغل كأنها عدسة مكبرة شوية. بتحط الفيسكو في النص وتعمل زي سيركل كده حواليه زي ما احنا عملنا. هنا الريكسس برضو مشيت تمام. و احنا في الفيديو دوت هنتجاوز خطوة الفيكو، ونخش على طول على موضوع الاي اي كورتكس او الاريجيشن اسبيريشن. هنا احنا الكانيولا بتاعتنا بتاعت الاريجيشن داخله وهي مثبته العين وجايبه العين في البرايمري بوزيشن. وهنا انتوا هتسمعوا كمان الصوت بتاع الاوكلوجن معانا، الصوت اللي بيعمل تن تن تن. الكانيولا بتاعت الاسبيريشن بخش بيها على الليفلت الامامي بتاع الكورتكس واسحب واشد وابقى كيرفول، خاصه لو البيبل ضيق زي كده. وابدا لما اجي بقى في النص وجبتها خلاص، ابدا بقى اسبيريت، احط الايه الفول فاكيوم من الفود سويتش يعني انا في دخلتي الاولى دي وانا داخل كده ببقى حاطط نص فاكيوم من الفود سويتش بتاع الفيكو، ولحد ما ابقى ايه حذر كده لحد ما اجيبها في النص. جبت في النص ابدا بقى ايه اسبيريت براحتي. هنا احنا برضو ايه بناخد كده الانتيرو ليفلت. هنا مسكت الايرس بسيبه تاني، هنا بخش على الانتيرو ليفلت واحاول امسكها وابدا اعمل اسبيريشن. لما اجيبها في السنتر اعمل سنة اكس واي، همسك كده هاف فاكيوم وابدا اشد للسنتر، وبعدين ايه في السنتر دوت ابدا بقى ادوس فاكيوم للاخر، وانا هنا سيف براحتي في المنطقه دي. فدي الطريقه اللي احنا بناسبيريت بيها الكورتكس. في طبعا هنا برضو سنة سنة كده بنحاول نمسك ونسحب على السنتر وناسبيريت في السنتر، وبنأكل ب الاريجيشن كانيولا. بنأكل كده الاسبيريشن بالاريجيشن كانيولا. هنا بقى اتبقت حتة كده صغننة عندي، فانا ايه بحاول اجيبها مش قادر اشوف لها انتيرور ليفلت، فبعمل لها رابنج كده من على البوستيرور كبسول بالراحة خالص. بحاول ما امسكش هنا، ما امسكش بالاسبيريشن. هنا بقى ايه حطيت برضو شوية فيسكو كده جوه، افتح الباج واحاول اعمل لها شوية رابنج كده بالجولف ستيك او بالسكند انسترومنت كده، ان انا ايه ابعدها شوية عن البوستيرور كبسول، بحيث لما انزل العدسة. هنا بقى نزلت العدسة اهو، بحيث ان هي ما تبقاش تيجي ورا العدسة يعني. بس نزلت العدسه ونزلت العدسه في الباج، وبعد ما بقت سيف العدسه محطوطه في مكانها ابدا اخش اعمل لها اسبيريشن. هنا تطلع معايا بسهوله ومور سيف، ان انا اكون بعد ما زرعت اعمل ايه اجيب حاجه زي كده هتبقى سيف اكتر. اغسل الفيسكو بتاعي وشويه هيدريشن للوند. وشكرا لحضراتكم،